وصوم العذراء، الصوم اللي فيه اعلان اصعاد جسدها، كان صوم خاص بالعذارى في الأديرة، يعني ما كانش بتاع الشعب، لكن العذارى في الأديرة كانوا يعيشوه علشان أمنا العذراء هي العذراء الأولى. لكن انتقل من الأديرة، أديرة العذارى، انتقل لأننا نحب أمنا العذراء، انتقل لحياة الكنيسة كلها. معظم كنائسنا تقيم فيه نهضات. وكلمة نهضة يعني ايه؟ يعني واحد يصحى ينهض. وعشان كده أول كلمة في التسبحة، تسبحة تنسينو، يقول لك قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. من فضلك قل له يا رب أنا عايز أصحى من خطاياي، عايز أصحى من ضعفاتي، عايز أقوم. أمنا العذراء تسندني وتتشفع من أجلي. أنت عارف يا رب الضعف اللي عندي، عارف الخطية. إيه رأيك يا رب في هذه النهضة تكون فرصة إن الواحد يقوم يصحى؟ ودي المحطة التانية اللي بنتقابل فيها على امتداد الوقت مع أمنا العذراء مريم. دي المقابلة السنوية